غياب 2 لعيبة مهمين عن مباراة الاهلي وسانت جورج، وكمان متوقع غياب اهم لاعب في هجوم النادي الاهلي، وعودة ثلاثي مهم في القايمة، ومفاجأة كبيرة في تشكيل النادي الاهلي اللي هنشوفه كمان شوية، وكمان هوريك القايمة كلها اللي سافرت. الاهلي طبعا بيفتح مشواره في دوري ابطال افريقيا بمواجهة سانت جورج. تعالى كده نشوف التشكيل والقايمة، فيلا بينا. النادي الاهلي باذن الله هيلاعب فريق سانت جورج بطل اثيوبيا في دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا. الماتش الاول هيبقى هنا في استاد القاهره الساعه 8، وماتش الاياب هيبقى يوم 29/9 يعني يوم الجمعه الجايه باذن الله، والماتش هيبقى الساعه 7. تعال نشوف كده قائمه النادي الاهلي، بس في ثانيه كده يا ريت تعمل لايك على السريع ونخش في القائمه. في حراسه المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، وطبعا استمرار غياب حمزه علاء عن القائمه. في خط الدفاع محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ورامي ربيعه ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول وكريم الدبيس، وغياب خالد عبد الفتاح ومحمود متولي للاصابه. في الوسط احمد نبيل كوكا ومروان عطيه واليو ديانج وامام عاشور وقفشه، وعوده اكرم توفيق تاني للقايمه بعد غياب طويل طبعا، بس مش هيشارك في المباراه. واللي غاب عن نص الملعب كريم ندفد والسوليه للاصابه. على الاجنحه رجوع حسين الشحات تاني للقايمه، وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد كريستو واحمد عبد القادر، وغياب رضا سليم بسبب الطرد مع فريقه الجيش الملكي. وفي الهجوم محمود كهربا وصلاح محسن وزعلوك، وغياب انطوني موديست بسبب عدم قيده. ونروح بقى لتشكيل النادي الاهلي لمواجهه سانت جورج. في حراسه المرمى طبعا محمد الشناوي، في قلبين الدفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، الاثنين طبعا مقدمين مستوى كويس قوي الفتره اللي فاتت. على اليمين هيبقى محمد هاني، وعلى الشمال علي معلول. في نص الملعب بقى هيبقى فيه 3: مروان عطيه وامام عاشور واليو ديانج، ومش هيلعب بكوكا في الماتش ده، هيلعب بمروان عطيه. اما في خط الهجوم بقى فهيلعب بتاو على اليمين والشحات على الشمال وكهربا راس حربة. وكمان معلومه كده ما حدش هيقولك عليها، ممكن يحصل تغييره بسيطه في التشكيل، وهي انه يلعب بعبد القادر او قفشه في مركز صانع الالعاب على حساب مروان عطيه، لان عاوز ينزل ضاغط ويسجل بدري. واقرب واحد هيلعب في مركز صانع الالعاب وهو قفشه، بس ممكن يعمل مغامره كده وينزل عبد القادر في المركز ده. كمان اتمنى لو هيبدل كهربا في المباراه يبقى البديل بتاعه زعلوك، لاعب عنده امكانيات كبيره، ومع الاسكواد ده هيقدم مباراه كبيره، وشايف كمان ان هو هيقدر يسجل في المباراه دي لو نزل، لان شايف ان اختيار صلاح محسن مش هيبقى انسب حاجه. اما فريق سانت جورج ففاز على فريق كي ام بنتيجه 5-2 في مجموع المباراتين. في المباراه الاولى فاز 2-1، وفي المباراه الثانيه فاز 3-1 علشان طبعا يلاعب النادي الاهلي في دور ال 32. ودي كانت قائمه وتشكيل النادي الاهلي. يا ريت تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، واهم حاجه تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام وتوحد الله. اشوفكم على خير، سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still